النهارده يا شباب هنجرب اجمد برجر من بازوكا. انا مش هقول لكم السندوتشات دي عباره عن ايه، انتوا اللي هتقولوا في الكومنتات وهتخمنوا. فالنهارده هنشوف التجربه وهنجرب تجربه الاكل وهندوق ونشوف الاكل ده يستحق كام في المية في مطعم بازوكا. ده يا شباب شكل الاكل. طبعا معانا سندوتشين، هما كانوا 4 سندوتشات، العرض 4 سندوتشات. انا خدت 2 اهو، وابن خالتي قدامي خد 2. طبعا السندوتشات سادة ما معاش بطاطس وبيبسي. بس تعالوا نشوف التجربة. يا جماعة التجربة روعة جدا، البرجر حلو مش وحش. طبعا في عندنا حلقات بصل هنا. انا قلت لابن خالتي ما يحطش سبايسي، جابوا لي بسبايسي. السندوتش التاني اهو يا شباب. اهو ده منظر السندوتش التاني. بسم الله. كمان ده سبايسي، قلت له ما تجيبوش سبايسي، جاب الاتنين سبايسي. انا هزعله بعد ما اخلص الفيديو. هو ده. تحب تقول يا مصطفى؟ ما بحبش اطلع في فيديوهات عشان بيتكسف. بس بصراحة انا مش هقول كام في المية، انتوا اللي هتحكموا. هو طبعا انتوا مش هتعرفوا تحكموا عشان انتوا بالنسبة للعيش 10 من 10. انتوا طبعا مش هتعرفوا تحكموا عشان انتوا ما اكلتوش يعني ما دوقتوش. بس انا مش انا اللي هحكم، هخلي صديقي مصطفى يديفو اللي ان شاء الله هتشوفوا التشانل بتاعته على اليوتيوب في خلال الفترة الجاية. بس هو بس يفضى بس عشان عنده شوية اشغال كده، يفضى وهيدخل الساحة معايا وهيبقى فيه منافسة وتحدي كبير جدا. قيم لي السندوتشات دي يا مصطفى بالنسبة لأول سندوتش وهو ايه، وعرف للمشاهدين. البرجر تعالي صوتك. لو هنيجي بالنسبة للبرجر، البرجر ممتاز جدا، اللحمة صافي، نسبة الدهون قليلة، العيش كويس، بصيصات. انا عن نفسي زودت في حاجات بحبها، بحب البصل وكده فزودت حلقات بصل. لو جينا السندوتش الثاني الفرايد تشيكن، صراحة فراخ بازوكا من احلى وافضل فراخ ممكن تاكلها في حياتك. ده حقيقة. بازوكا يا جماعة لا يعلى عليه بصراحة، روعة. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات، دوسوا لايك في الفيديو. مش قادر اخلص السندوتش، والله السندوتش بجد كبير يعني ما يغركش.
طبعا اللي عايز يعرف اسعار الحاجات دي اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك. المهم يا شباب، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، كومنت للفيديو، اكتب لي انت استفدت ايه وصلي على النبي يا عم بس وسبسكرايب للقناه، وان شاء الله في تحدي جديد مع انا واخويا الديفو اللي مش عايز يظهر. سلام.